هندور وندور ونلف السبع بحور ونجيب لكم قصص من الخيال. هندخل مع أصحابها ونعيش جواها. بس قبل ما نبدأ ونقول يلا بينا نصلي على الرسول. كان يا مكان يا سادة يا كرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. حكايتنا النهاردة بتتكلم عن 3 اخوات، دافيتا وبترا وسيمونا. كانوا بيعيشوا في بيت مع أمهم، ومع تحولهم من الطفولة لآنسات وشابات أصبح البيت صغير جدا بالنسبة ليهم. في يوم من الأيام قالت الأم لبناتها: آن الأوان إن كل واحدة تشق طريقها. أنا هدي لكل واحدة منكم شنطة مليانة بقطع من النقود الذهبية، اتصرفوا فيها زي ما تحبوا، لكن فكروا كويس، استخدموها لبنى بيت جديد. ودعت البنات أمهم وأخدت كل واحدة أموالها معاها، وقرروا يدوروا على مكان جديد يعيشوا فيه. بعد فترة صدفة الأخوات سهل في الغابة، فيه مساحة كافية لبنى 3 منازل. بصت الأخت الكبيرة حواليها بحماس وقالت: بصوا لكل الخشب ده. وجرت من شجرة لشجرة وهي بتتخيل ازاي هيبقى شكل بيتها المصنوع من الفروع الرقيقة من الشجر. قالت دافيتا لسيمونة وهي الأخت الصغيرة: مش هيكون البيت المصنوع من الفروع قوي ويبقى معرض إنه ينهار من أي عاصفة. الأحسن ناخد كل الخشب من الغابة، وهيبقى باقي مال كتير أشتري بيه الملابس الجميلة وحصان جميل وهكون مشهورة. بدأت دافيتا الأخت الكبيرة في جمع العصا والأغصان من الغابة علشان تبني بيها بيتها. على الرغم من إخواتها الاتنين شافوا إنها فكرة سيئة، لكن لأنهم أخواتها ساعدوها ما سابوهاش لوحدها. وفي فترة قصيرة أصبح لدافيتا بيت جميل خاص بيها. بدأت بترا تدور على مواد لبنى بيتها، ولأن دافيتا أخدت لبيتها خشب كتير قررت بترا استخدام القش والعشب اللي بيغطي مساحة الغابة. شافت دافيتا اخواتها وهم بيجمعوا العشب، ضحكت وقالت: العشب مش قوي بما فيه الكفاية، أنا بيتي مصنوع من الخشب علشان كده هيكون قوي ومتين، أما البيت المصنوع من القش هينهار مع أول نفخة من الريح. بصت بترا لأختها وقالت: لكن بيتي هيكون جميل ودافي لأن العشب هيملى كل الفتحات، أما بيتك مصنوع من الخشب هيبقى فيه فتحات تدخل البرد والمطر. بصت ليها ولاحظت إن الشمس بدأت تغرب وقالت لها: مش هتساعدينا في بنا بيتي؟ هزت دافيتا راسها وقالت: لأ، أنا رايحة للسوق أشتري حصان وملابس جميلة، ابني انت بيتك لوحدك. شالت شنطة الفلوس اللي ادتها لها والدتها ومشت ناحية المدينة. اتنهدت سيمونة وقالت: الليل ليل وما بدأتش حتى في بيتي.
عملت باجتهاد مع بترا لاكتمال بيتها المصنوع من العشب والتبن. وأخيرا وعلى ضوء القمر أصبح بيت بترا كامل. قالت سيمونة لبترا: أنا هضطر للنوم معاكي لأن الجو أصبح مظلم، وفي الصباح هنروح مع بعض لشراء مواد لبنى بيتي. لكن بترا هزت راسها وقالت: انتي ملكيش مكان في بيتي، أنا عملت بيت صغير ولطيف علشان ما يكونش فيه مكان لغيري. اتصدمت سيمون لأنها قضت طول اليوم تجمع الخشب لبيت دافيتا والقش والتبن لبيت بترا، ودلوقتي لما احتاجت مكان تنام فيه ما سمحتش ليها أختها إنها تنام معاها. قالت: خلاص أنا هستنى دافيتا ترجع لأن بيتها كبير ويكفي 2 على الأقل. لكن أول ما رجعت دافيتا بعد ساعات كتير ما كانتش لوحدها، كانت راكبة حصان أبيض جميل، وكانت معاها بنتين تانيين وكانوا لابسين ملابس جميلة جدا. قالت دافيتا: دول صديقاتي يا سيمونة، قابلتهم في البلدة، ايه رأيك فيهم؟ أنا اشتريت ليهم الملابس اللي لابسينها. أشوفك في الصباح بقى. قفلت دافيتا الباب وفضلت سيمونة واقفة برا لوحدها. اتلفتت سيمونة حواليها لكن ما كانش فيه أي خشب باقي لبنى مأوى ليها، ولا عشب ولا قش لصنع سرير. نامت سيمونة على الأرض، ورغم إن الأرض كانت صلبة ومش مريحة إلا إنها نامت نوم عميق لأنها كانت تعبت مع أختيها في صنع منازلهم. في صباح اليوم التالي صحت سيمونة بدري عند شروق الشمس، ونادت على بترا ودافيتا علشان تاخدهم للسوق لشراء الأشياء لبنى بيتها. لكن ما كانش هناك أي رد في بيت بترا. راحت سيمون لبيت دافيتا وخبطت على الباب. ردت أختها وقالت إن بترا راحت للسوق علشان تشتري فرش جديد لبيتها. اتضايقت سيمونة من أخواتها لأنها احتاجت لمساعدتهم، ودلوقتي هي لوحدها. لاحظت سيمونة إن دافيتا بدأت تنفق أموالها على البنتين اللي اتعرفت عليهم في السوق. نصحتها سيمون إنها لازم تحافظ على جزء من المال علشان تشتري منه الأكل في فصل الشتاء. لكن دافيتا رفضت تسمع نصيحة أختها، وقالت إنها هتشتري لصديقاتها بقرة، ولما تخلص كل أموالها هتتقاسم مع صديقاتها في حليب البقرة. بدأت سيمونة تعتمد على نفسها بعد ما رفضت إخواتها مساعدتها، وراحت للسوق وبدأت تشتري مواد البناء. ساعدها واحد من المزارعين الطيبين في نقل مواد البناء للغابة. فضلت طول الصيف تبني بيتها لحد ما قدرت في النهاية إنها تبني بيت قوي وآمن. ما كانتش سيمون تملك أي فرش لبيتها، لكن كانت سعيدة في بيتها. قررت إنها تستثمر باقي أموالها في زراعة الحديقة المحيطة بمنزلها، وبالفعل بدأت في حرث الأرض وزراعتها. في الوقت اللي كانت دافيتا وبترا مشغولين بالشراء والبذخ بباقي أموالهم، وفي ليلة من ليالي الشتاء
قامت البقرة اللي اشترتها دافيتا بضرب منزلها الخشبي فاتهدم بالكامل. أول ما شاف الصديقين إن بيت دافيتا اتهدم أخدوا البقرة ومشوا من الغابة، وفضلت دافيتا من غير أي مأوى أو نقود، وما كانش قدامها إلا أختها سيمو. راحت ليها وطلبت منها إنها تقعد معاها في بيتها، وبسرعة وافقت سيمونة. وفي ليلة ممطرة خبط الباب على سيمون. أول ما فتحت شافت أختها بترة. كانت الرياح دمرت بيتها ودمرت كمان فرش بيتها الغالي جدا اللي كانت شارياه. وافقت سيمونة إن إخواتها يقعدوا معاها لحد ما ينتهي فصل الشتاء. طول الشتاء كانت سيمونة بتعمل بجد في حديقتها في الوقت اللي رفضوا فيه أخواتها مساعدتها. عدى الشتاء وخرجت الأختين الأنانيتين للسوق، وأول ما رجعوا لقوا ملابسهم في كومة قدام منزل سيمونة. ولما حاولوا الدخول رفضت سيمونة وقالت إنها استضافتهم طول الشتاء، لكن بعد ما جه الربيع عليهم إنهم يبنوا بيت خاص بيهم، وإنهم لازم يشتغلوا علشان يقدروا يشتروا الطعام. كانت سيمونة باعت محاصيلها اللي زرعتها واديتهم الفلوس، وقالت لهم إنها وافقت إنهم يقعدوا معاها في فصل الشتاء لأن ده اللي بيعملوا الأخوات، وإن عليهم إنهم ينفقوا أموالهم بحكمة المرة دي، وإلا مش هيلاقوا أي مساعدة بعد كده. عرفت الأختين إنهم غلطوا في كل تصرفاتهم، وإن أختهم سيمونة كانت على حق من البداية، وبدأوا في شراء المعدات لبنى بيت جديد بعد ما تعلموا الدرس من أختهم الصغيرة. وبكده خلصت قصتنا. هتوحشوني جدا من النهاردة لحد القصة الجاية. بحبكم جدا في الله. مع السلامة في يوم جديد وقصة جديدة إن شاء الله.